السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناتي وتحسنا في فيديو جديد. والفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله مع هذا الصيف هذا ومع هذا الصهد غادي نديروا واحد الكلاص، وبغيت نشارك معكم الطريقه ديالي اللي غنحتاج لهذا الكلاص هذا ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. انا غادي نبداو. انا خديت واحد هذاك البول ديال العجانه، وعندي هنايا الكريمه ديال الكلاص. غنحتاج ليها هنايا عندي الكريمه ديال الكلاص، غادي نديرها في هذاك البول، وغادي ندير معاها هنايا كاس ديال الحليب اللي شويه يكون كبير، وعندي هنا الفلون ايديال ديال الكراميل حتى هو غادي ندير كل شيء في مره واحده. غادي نخلطوا كل شيء وكل شيء غادي يطلع في مره واحده. عندي هنايا كاس ديال الحليب شويه عامر، كاس ديال العنبه بحال قلتي، بحال نقولوا كاس وربع ديال العنبه. عندي هنايا جوج فلون ديال الكراميل. هنا داك هذا الفلون اللي كيتباع في الفلون دانيت كراميل، عفوا. عندي هنايا دانيت ديال الفلون، مشات لي الاسم ديالو. عندي هنايا 3 معالق كبار ديال كراميل بور سالي او نيسلي كراميل اللي متوفر عندكم في البيت. وعندي هنايا علبه ديال كريم فريش، هذيك العلبه الصغيره غير صغيره اللي فيها 200 ملي اللي هي 200 غرام، اولا عندكم الكريم فريش في الدار ممكن ديروا 200 غرام. وهنايا المقادير دائما انا كنكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، غادي تلقاوهم ان شاء الله في صندوق الوصف. هنايا ملي درت المقادير كلها غادي نديرها في الروبو باش يطلعها الروبو، اولا لا عندكم الباطور ممكن ديروه. هنايا خدمت الروبو، غادي نطلع كل شيء، غادي يطلع كيف كتشوفوا هاد الطريقه هذه كيطلع. ونخليها بحال هكا واحد 5 ديال الدقائق. ملي طلعت الكريمه ماشي تطلع بزاف وما تكونش عاوتاني مطلوقه بزاف. هانتوما كيف كتشوفوا كل القوام ديالها بحال هكا. هاد الكلاص هذا تيجي زوين ولذيذ وسهل، سهل كيوجد دغيا. غير هي خصو يكون موجد ليله قبل، يعني 6 سوايع يكون محطوط في المجمد. هانتوما كيف كتشوفوا بحال هكا تيكون القوام ديالو، ما يكونش قاصح بزاف. عندي هنايا انا هذا بغيت نديرو يكون عائلي، يعني يكون داير، ما بغيتش نديرهم فرديين. عندي هذا المول هذا ديال البلاستيك اللي كيخرج من مزوق، كيخرج هذا الكلاص غادي يكون مزوق، وغادي نديرو في المول كيف كتشوفوا على الطريقه هذه، ونوزعوا على المول كامل. تبارك الله ما شاء الله. هاد الكميه اللي درت عطات واحد الكلاص اللي هو ما شاء الله كتير. غادي نقادها، نقاد ليها الجناب ديالها. انتم كيف كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. اي مول عندكم ممكن تستعملوا. انا بغيت ندير هذا هكا، نحطو هكا. ممكن تستعملوا غير في علبه عاديه، ممكن تستعملوا غير في اللي عندكم، ماشي ضروري يكون هكا مزوق من الجناب. انا عندي هذا بالغطا ديالو كنستعمله. نقادو من الجناب كيف كتشوفوا، وغادا نغطيه. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه تعجبكم، اكيد غادا تعجبكم ان شاء الله، لانها وصفه سهله وزوينه ولذيذه وديال هذه الوقيته هذه. انتما كيف كتشوفوا انا كنغطيه، عنده الغطا ديالو غادا نغطيه، وغادي نخليه يبات ليله كامله في المجمد. انتما عاد مازال لي شاط ليا هنايا، غادي نكرط هذاك لوبول، نحيد منه هذاك الشيء كامل اللي كاين. ما شاء الله راه خرج واحد الكميه اللي هي كثيره. نتمنى ان شاء الله ما تنسوناش من لي لايك ومن التعاليق الزوينه ديالكم. غادي نغطيها حتى هي ونخليها ليله كامله تبات في المجمد، والغد ليه ان شاء الله نقدموه. هنايا من بعد ما وجد ليا لاكلاص وبات ليله كامله في المجمد، زوقته بشويه ديال اللوز فيلي. هنا التزيين كيبقى اختيار، زوقوه باي حاجه عندكم متوفر عندكم. انا متوفر عندي اللوز فيلي، حمرته وزوقته به. هنا كيتقطع بحال شي حلوه،
نقطعوه كيف كتشوفوا كيجي زوين كيجي معلك صافي، ونقدموه بحال هكا في الاطباق. المهم التقديم تيبقى اختياري، اللي بغيتو فاش ما بغيتو تقدموه نتوما كيف كتشوفوا كيجي زوين وكيجي معلك وكيجي لذيذ بزاف. ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه وتعجبكم. وصلنا هنايا لنهايه الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله.